بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 30 أكتوبر 2023 في ظل هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا زالت يتيم ليرفق تواصل دعمها لأهالي قطاع غزة. نسأل الله أن يتقبل منهم. بورك لكم في أعضائكم وجعله الله في موازين حسناتكم والحمد لله رب العالمين. عونا وسندا لأهلكم في قطاع غزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 31 أكتوبر 2023 في ظل هذه الحرب الصهيونية على قطاع غزة نشكر يتيم ليرفق حيث قدموا مجموعة من الوجبات الفردية لأهل قطاع غزة في كل أيام هذه الحرب. نسأل الله أن يتقبل منهم. بورك لكم في عطائكم وجعله الله في موازين حسناتكم والحمد لله رب العالمين.